إليك تفاصيل أفلام عيد الفطر 2025 التي ستتعرض في السينمات المصرية قريبا بعد رمضان. أول فيلم معانا للنجم تامر حسني والفنانة هنا زاهد. الفيلم باسم ريستارت. القصة تدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه أزمة شخصية تجعله يبحث عن فرصة جديدة لإعادة بناء حياته، حيث يقرر إعادة تشغيل مسيره، لكن يواجه تحديات غير متوقعة تغيير خطته بالكامل. الأبطال: تامر حسني، هنا زاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال. الإخراج سارة وفيق، تأليف أيمن بهجت قمر، النوع دراما رومانسي. تاني فيلم معانا للنجم علي ربيع وأس. الفيلم باسم الصفا الثانوية للبنات. قصة: مدرس يدعي هشام أبو طويلة لديه رهبة من التعامل مع النساء، لكنه يجد نفسه مضطر للعمل في مدرسة ثانوية للبنات. تزداد الأمور تعقيدا عندما يكلف بتدريب فريق كرة السلة النسائي للمشاركة في بطولة، ما يضع في مواقف محرجة وكوميديا. الأبطال: علي ربيع، محمد أسامة، أوسوس، محمد ثروت، لينا صوفيا بني حمان، هي اسمها كده. الإخراج عمرو صلاح، النوع كوميديا. تالت فيلم معانا اللي هو لأحمد داش وميان السيد. الفيلم باسم نجوم الساحل. القصة: شاب يسافر مع صديقه إلى الساحل الشمالي لمقابلة فتاة يحبها، لكنهم يتورطون في مغامرات غير متوقعة بسبب لقاءات غريبة ومواقف كوميدية مع سكان المنطقة والسياح. الأبطال: أحمد داش، ميان السيد، علي صبحي، أحمد بحر اللي هو كزبرة. الإخراج رؤوف السيد، النوع كوميديا مغامرات. رابع فيلم معانا واللي هو سيكو سيكو لعصام عمر وطه دسوقي. قصة الفيلم: شاب يعمل في شركة شحن وصديقه الذي يعشق الألعاب الفيديو يتورطون في مشكلة خطيرة بعد الاستلام طرد غامض، لتبدأ مطاردة مجنونة بينهما وبين شخصيات غامضة تحاول استعداد هذا الطرد بأي تمن. الأبطال: عصام عمر، طه دسوقي، المنعيد، خالد الصاوي. الإخراج عمرو المهندس، النوع كوميديا إثارة. خامس فيلم معانا للنجم محمد لطفي والكوميديان سليمان عيد. الفيلم باسم فار بسبعة أرواح. تدور القصة حول 7 شخصيات مختلفة تورط مع جثة غامضة تهر فجأة في حياتهم، يحاول كل منهم للتخلص منها، لكن كل محاولة تقودهم إلى مشكلة جديدة، ما يخلق سلسلة من المفارقات الكوميدية. الأبطال: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي. الإخراج لم يعلن عنه بعد، يعني المخرج مش عارفين اسمه، يعني الفيلم نزل اتصور ونزل والمخرج ملوش اسم. النوع كوميديا سودا. ملامح عامة لموسم أفلام عيد الفطر 2025: تركيز على الكوميديا في أغلب الأفلام، عودة تامر حسني للأفلام الرومانسية مع ريستارت، اعتماد قوي على الشاب مثلا أحمد داش ومهان السيد وطه دسوقي، ومزاج الكوميديا والإثارة في بعض الأفلام مثل سيكو سيكو. الأفلام تناسب الجميع في أفراد العيلة مع طابع خفيف ومسل. هذا الموسم يبدو ممتع ومليء بالكوميديا، فما في الفيلم الذي تفكر في مشاهدته؟ اكتبلي في التعليقات بقى انت هتشاهد انهي فيلم من الافلام اللي انا قلتلك عليها ديت. ولو عجبتك الحلقة متنساش تدعمنا بلايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. معكم محمد مجدي.